ايه اول حاجة بتيجي على بالك لما بتسمع كلمة ابو السباع؟ لا لا لا، ما تقلقوش. مش ده. هقول لكم مين ابو السباع. اول ما كلمة ابو السباع بتيجي على دماغنا، مشهد ده هو اللي بيجي في بالنا. بس الحقيقة ان ابو السباع دي كلمة مربوطة بالخديوي اسماعيل. تخيلوا ان الخديوي اسماعيل كان مغرم جدا جدا بالاسود، لدرجة ان هو قرر ان اول جسر يربط ما بين القاهرة والجيزة يسميه قصر النيل، ويحط عليه 4 أسود، 2 في الأول و2 في الآخر. ابتدى البنى في 1869 وانتهى في 1871. ومن الحاجات اللي أنا أول مرة ذات نفسي أعرفها إنه في النص زي ما انتوا شايفين كده بيتفتح، يعني بيرتفع أو بيتحرك بشكل إنه البواخر ممكن تعدي منه. وعلشان كده ارتبط باسم أبو السباع بالخديوي إسماعيل. معلومة جديدة مش كده؟